لو سكاوت شوفوا الملاعبيه اللي عندنا لبرا مع احمد عداله. لو سكاوت. هاي ابو حميد، تحياتنا مره اخرى للتي تي. قلنا يرحم والديكم وسامحونا، وها اليوم حاولنا نعملوا كل شيء باش نوفروا المساحه اللازمه، الوقت اللازم باش نحكيوا على ملاعبيتنا اللي نحييهم الكل، التوانسه الكل اللي يعيشوا خارج تونس. تحيه لهم، نشكرهم مره اخرى على المتابعه والاهتمام والاستماع. مرة أخرى نشكر لي تي لي تي تي لي تالون تونيزيان اللي موجودين على الفيسبوك في 6 لغات كما قاعدين تشوفوا في اللوجو اللي يتابعوا فينا على سبور باي موزايك. اليوم باش نحكيو على زوز ملاعبية. عيسى المديني مواليد 2007 10 افريل 2007 اصيل مدينة باجة، يلعب الموسم هذا في باري اتليتيكو 13 و باري اتليتيكو باري 13 اتليتيكو في دوري الدرجة الأولى فرنسي تحت 17 سنة. كمل من الموسم في صدارة هدافي الدوري بحصيلة 20 هدف، ولانه ثم تحيين تقريبا ولا الثاني ما عادش الاولاني، ولكن ديما يبقى في التوب 3 نتاع من الاولانيين. فوالا يعطيه الصحه. بدا تكوينه في اسي بولوني، ومن بعد انتقل لمواصله تكوينه القاعدي مع فريق مونت فيرمي في الاحواز الباريسيه قبل ما يمشي لباري 13 اتليتيكو. لاعب بامكانه تاقلم مع عده مراكز وسط الميدان، خاصه في المركزين 8 و10 ريلايور والا من الاوفنسيف. يمتاز بفنياته العاليه، رؤيته الشامله للميدان، اضافه لاختصاصه في الكرات الثابته. تميز الموسم هذا بادائه القوي ونجاعته الكبيره خاصه امام المرمى. حاجه تنقصنا برشا هوني في تونس. ان شاء الله طالون كيما هذا يوصل يطلع في السنيور ويوصل يجينا. سجل كيما قلنا 20 هدف وعطى 8 اسيست، ماهمش شويه بالكل. هذاك علاش خلاه محل متابعه لعده فرق في الدوري الدرجه الاولى الفرنسي. تم ترشيحه منذ ايام قليله لنيل جائزه افضل موهبه من مواليد 2007 في العاصمه باريس وضواحيها. الجائزه هذه فقط للتاريخ. تروفي هذايا تروفي بانام بور لو ميور جوور ايفوليون اون إيل دو فرانس، كان خذاه قبل حنا على المجبري 2007. هذا من مواليد 2007، دونك عندنا منتخب 2007. ان شاء الله يكون حل من الحلول في الحاضر وفي المستقبل. شو اسمه الوليد بالله سامحني؟ اسمه عيسى المديني. تحيه لعيسى، وان شاء الله يا ربي يكون موجود ان شاء الله ويعطي الاضافه في كل مره يكون تتم دعوته للمنتخب التونسي. عندنا وليد اخر زاد كيف موهبه اخرى من اخر موهبه زاد مواليد 2008 مره ذي هكا. لي تالون تونيزيان اختارونا زوز 2007 2008. مهم راهو الاختيارات هذيا راهو كي تدخل 2008 سدا فما منتخب اليوم قاعد ينشط وقاعد يقوم بالتربصات، دونك ديما يجي حل من الحلول بالنسبه للمنتخب التونسي. وقد ما نشكروهم شويه والله في خدمه انورم الحق نتاع ربي على الاوروب الكل وعلى العالم الكل. ياسين بن محمود مواليد جانفي 2008 اصيل مدينه سوسه، يلعب الموسم هذا في سكو دونجي بدوري الدرجه الاولى فرنسي تحت 17 سنه، ويلعب سور كلاسي في 19 سنه يو 19. بدا تكوينه في كامبر قبل ما يمشي في اكتوبر 2022 لسكو دونجي المعروف بتكوينه القاعدي. الفريق يطلع برشا جوارات صغار. سكو دونجي لاعب بدا تكوينه كمتوسط ميدان رقم في مركز رقم 8، وحاليا يلعب اليد دروا وإليكسيل في البوست هذا. قاعد يلعب يعني في مردود كبير برشا برشا. ان فغي دريبلور يدريبلي مليح الملاعب هذايا، عنده فيزيون نتاع تيران ونتاع الكره كي يعطيها ديما التو دو ريوسيت نتاع لي باس نتاعو كبير برشا. الموسم هذايا قدم موسم متميز جدا. لعب مع اقل من 17 سنه واقل من 19 سنه كما قلنا سير كلاسي. سجل في 14 ماتش ونجح في تسجيل 5 اهداف وعمل 6 اسيست. لعب زاد في المنتخب الجهوي تحت 15 سنه في البريطاني، ولاعب فخور جدا باصوله التونسيه. ان شاء الله يا ربي زاد حتى هو مادام مواليد 2008 نشوفوه مع ليكيب ناسيونال 2008. ومره اخرى شكر لي تالون تونيزيان. شكرا لهم بارك الله فيهم، واحنا فخورين في كل مره اي اسم من الاسامي هذوما يتحكي عليه بلاتواتنا، وراهو فخر انهم التوانسه هذوما الكل فخر كبير بالنسبه لنا بكل حاجه يعملوها البر.